واحنا بنعمل عمليات قريب كده، واحنا عندنا لستة عمليات. حد من الزملاء اللي انا بحبهم وبتشرف بصداقتهم يعني قال لي يا محمد اعمل لنا فيديوهات للدكاترة الجونيورز وللدكاترة اللي لسه متخرجين جداد ونواب النساء الجداد والكلام دوت. فانا الحقيقة فكرة اختمرت في دماغي، الكلام ده بقى له يجي 3 اسابيع او اكتر. حاجة جت في دماغي كده، قلت اعملها نوع من، مش هقول الصدقة الجارية يعني، بس نوع من تفتيح مخ الزملاء شوية، خصوصا الناس الصغيرين. هدخل في الموضوع على طول. عاوز اقول لكم كلكم، وبالذات الدكاترة اللي بيشتغلوا في البرانشات الطوارئ او في تخصصات الطوارئ، واهمهم على الاطلاق النساء والتخدير، ولكل التخصصات عموما يعني. يا صديقي ويا اختي، صحتك مش دايمالك، وصحتك مش هتفضل على طول قادرة على انها تلبي اوامرك. هتيجي مرحلة تلاقي مخك بيدي الاوردر وجسمك ما بيستجبش. مش بس كده، ما تفرحش ان انت سنك تلاتينات مثلا وبتفضل شغال لحد الساعة 5 الصبح، وبعدين تروح تنام وتصحى 7 الصبح، وبعدين تنزل جري على العمليات، ومن العمليات على العيادة ديت، ومن العيادة ديت على العيادة ديت، ومن العيادة ديت في حالة طوارئ تيجي في النص تنزل تشتغلها طول الوقت. جسمك قادر يزق، قادر يبوش في المرحلة اللي انت فيها دي. لو فضلت مستمر على كده هتحصل لك حاجة من اتنين. اول حاجة، جسمك هيتوقف فجأة عن تلبية الاوردرز اللي بيديها مخك. تاني حاجة، انه لا قدر الله يعني هتيجي وقت تبص تلاقي ما انتش قادر تعمل ولا ربع المجهود دوت، وبرضه تفضل تقاوم علشان تعمل نفس المجهود، علشان تدخل نفس الدخل، علشان تؤدي نفس اللي انت بتعمله. على فكرة الموضوع ما بيبقاش فلوس. كتير جدا من الزملاء عارفين ان الموضوع ما بيبقاش فلوس، يختلف من واحد للتاني. ممكن واحد يبقى الموضوع بالنسبة له شهرة، حابب الشهرة وحابب انه دكتور فلان راح والدكتور فلان جه. ممكن واحد تاني يبقى الموضوع بالنسبة له ايجو، يعني هو عاوز يحس ان هو اكتر واحد بيعرف يشتغل دي، واحسن واحد بيعرف يشتغل دي، واكتر واحد بيجي له عيانين، واكتر واحد عيادته شغاله. وممكن احيانا بيبقى نوع من الالتزام اللي انت الزمت بيه نفسك. يعني انت مثلا الزمت نفسك ان انت كل يوم تروح العياده الساعه 1 الظهر وتخلص الساعه 12 بالليل. عيانينك اخدوا على كده، الفريق اللي بيساعدك اخد على كده، انت نفسك اخدت على كده، اسرتك اخدت على كده. فلما بيجي لا قدر الله عزا او فرح حتى، او مناسبة تخص حد قريب من العائلة، او مريض المفروض تروح تزوره، بص لنفسك مش قادر تؤدي دوت، لان انت فرضت على نفسك التزام في الواقع هو اكبر من قدرات البشر، اكبر من قدرات البشر. واللي انا بقوله ده انا مسؤول عنه تماما. اوعى تعتقد يا صديقي ان انت لما بتصحى الساعة 6 الصبح وتفضل شغال لحد الساعة 1 بالليل، وبعدين تروح البيت عقبال ما تنام تبقى 3 وتصحى تاني 6 علشان تكمل يومك، اوعى تعتقد ان ده طول ما ربنا مقدرك ان ده حاجة طبيعية. لا 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 اطلاقا، انت بتعمل حاجة فوق قدرات البشر. مش من مصلحتك ابدا ان انت تستمر في الحاجة اللي بتعملها دي. طيب انت عمال تقول ايه يا عم محمد؟ عمال تحكي طب الحل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ يعني ما احنا عشان نعيش في مصر لازم نعمل كده، علشان ندخل دخل محترم لازم نعمل كده، علشان نعيش حياة كريمة لازم نعمل كده، ايا كانت الدوافع بقى. طيب انا وجهة نظري ان الحل في هذه المواضيع حاجتين: تيم وورك والتخصص، التخصص الدقيق او السب سبيشاليتي. يعني ايه؟ هضرب مثال صغير. هنفترض ان احنا 10 دكاترة مع بعض من سن واحد وفاتحين في مكان واحد، وليكن منطقة المعادي مثلا. احنا العشرة اتخرجنا مع بعض، اخدنا نيابة نساء. هتكلم عن النساء، وطبعا الكلام عن النساء بشكل ما هوش خاص، احنا ممكن نعمم الكلام على بقية الأقسام الطبية. وكلامي يا جماعة موجه للأطباء علشان بس ما يتخدش كلامي في حتة تانية. أنا كلامي موجه للزملاء الأطباء، وخصوصا الأطباء الأصغر سنا واللي من سني واللي أكبر مني شوية. لو احنا 10 دكاترة اتخرجنا سوا وأخدنا نيابة نساء سوا واخدنا الماجستير سوا، من ساعة ما اتخرجنا من 20 سنة قعدنا 10 سنين نشتغل نساء جنرال. فكلنا بنشتغل زي بعض، كلنا بنشتغل ولادات، بنشتغل قيصريات، بنشتغل استئصال رحم، بنشتغل مناظير بسيطة مش ادفانسد لاباروسكوبي ولا هيستروسكوبي، بنشتغل زي مثلا حالات الاجهاض او الكحت والتفريغ والكلام دوت للناس اللي حصل لهم سقط غير مكتمل والكلام دوت، وبنشتغل في عياداتنا بقى الشغل العادي بتاع العيادات. طيب احنا العشرة المفروض ان احنا لما نوصل سن معين عدد ساعات شغلنا تقل مش تكتر. اللي بيحصل العكس، ان احنا بنوصل
35 36 37 يبقى ده البيك بتاع الشغل. عندنا عيانين كتير قوي ومش ملاحقين، مش عارفين ننام، مش عارفين ندي وقت لأسرتنا، مش عارفين نوفي التزاماتنا ناحية أصدقائنا أو قرايبنا أو مناسبات اللي بتحصل من جيراننا أو بلدنا أو ودي على فكرة مش حاجات بسيطة، يعني دي مش حاجات المفروض إن هي حاجات ثانوية، لا لا، هي مش حاجات ثانوية خالص، دي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الأشياء بالرغم من إنه كان نبي ورسول ومرسل من ربنا سبحانه وتعالى عشان هداية العالم أجمع، إلا إنه إدى زوجاته وإدى أولاده بناته يعني، وإدى أصدقائه وإدى خالاته وإدى أعمامه وإدى أبناء أعمامه وإدى المقربين في الإسلام وإدى السيدات أصدقاء السيدة خديجة وأصدقاء زوجاته، إداهم مساحة من وقته. فدي مش حاجة ثانوية إطلاقا، لأ دي حاجة مهمة جدا في حياتنا. أولادك مهمين في حياتك على فكرة، أولادك المفروض ياخدوا وقت كبير جدا. المفروض إن إحنا العشرة لما بنوصل سن 43 44 زي أنا كده دلوقتي نكون وصلنا لحاجة اسمها سب سبيشاليتي أو التخصص الدقيق. المفروض يكون في 3 مننا بيشتغلوا ادفانسد لاباروسكوبي، يشتغلوا مناظير بمهارة شديدة جدا، ويكون 3 مننا بيشتغلوا حقن مجهري كويس قوي، بيشتغلوا الحالات الصعبة وبيشتغلوا الحالات اللي فيها مشاكل في الحقن المجهري وبيشتغلوا حالات الريكارنت امبلانتيشن فيلير و3 مننا بيشتغلوا فيتال ميديسن، بيشتغلوا الترا ساوند الادفانسد جاينكولوجيكال الترا ساوند او فيتال ميديسن، و3 مننا احنا كده عدينا ال10 ولا لسه، و3 مننا بيشتغلوا اورام ومشيمة ملتصقة وجراحات اوبن سيرجري للاورام وما شابه والمشيمة الملتصقة والحاجات المتعلقة بالاورام والمشاكل بتاعتها. فتقريبا كده بقينا احنا ال10 ولا ال12 اللي عديتهم، انا مش فاكر انا عديت كام، نقدر نشتغل كل واحد فينا 3 ايام في الاسبوع. بس المفروض اللي يحصل ايه؟ المفروض اللي يحصل ان ال7 الباقيين يحولوا لل3 اللي بيشتغلوا السب سبيشاليتي ده كل الحالات اللي تخص السب سبيشاليتي ده. بس احنا بقى للاسف ما عندناش الثقافه دي، احنا عايزين نهبش اي حاجه، لو لقينا زايده هنشتغلها، لو لقينا كيس دهني على العين هنشتغل شغل الرمد. طبعا انا مش كده وعمري ما كنت كده، لكن في زملاء كتير كده، والزملاء دول انا عاوز اوجه لهم رساله، والله انت ممكن تكون شاطر وبارع، ولكن اللي انت بتعمله دوت اهلاك للصحه واهلاك للجهد وإهلاك كمان للعقل ولصفاء الذهن ولقدرتك على التركيز والتفكير، وإهلاك لقوتك النفسية. الحالة النفسية دي قوة يا جماعة بتتغير. المفروض ال7 يحولوا لل3 التانيين كل حالات الفيتال ميديسن، ال7 اللي ما بيشتغلوش حقن مجهري يحولوا لل3 دول كل حالات الحقن المجهري، ال7 اللي ما بيشتغلوش الادفانسد لاباروسكوبي يحولوا كل حالات الادفانسد لاباروسكوبي. على فكرة أنا بحول حالات أورام كتير جدا لزملاء، وبحول حالات ادفانسد لاباروسكوبي كتير جدا، وبحول حالات المشيمة الملتصقة كتير جدا. الحاجات الوحيدة اللي انا ما بحولهاش هي الحقن المجهري او الاي في اف يعني، والهيستروسكوبي، الا طبعا لو حالة اكبر من قدراتي في الهيستروسكوبي. دي نمرة 1 السب سبيشاليتي. نمرة 2 التيم وورك. وانا عارف ان السب سبيشاليتي دي ناس كتير هيقول لك ده محمد جميل بيشتغل نفسه. السب سبيشاليتي ايه في مصر يا عم الحاج؟ احنا هنا كلنا بنشتغل الشغل الجنرال وبنشتغل جنبه الحاجات اللي احنا بقينا شاطرين فيها في السب سبيشاليتي. لو فقدنا الاولى يا جماعه، ولو اني اتمنى من الله ان انتوا تنظموا نفسكم، كل واحد جنب الجنرال بتاعه لازم ياخد سب سبيشاليتي كويس قوي ويدوس فيه كويس قوي ويوصل فيه لحته عاليه. التيم وورك، هضرب مثل بنفسي. انا اول ما خلصت الماجستير وبدات اشتغل لوحدي كنت بجيب زميل ليا وهو اكبر مني، كان سينيور بتاعي اسمه محمد سعيد، يساعدني في كل حالات الاوبراتيف، ايفن حتى في الولاده الطبيعي كويس. والحقيقه كنت باكل تريقه بديني، يعني الدكتور محمد دكتور جايب دكتور يساعده، الحق يا جدع، والتمريض يتريق عليا، وبعض الزملاء الدكتور جايب دكتور يساعده وبتاع. ومحمد كمان كان بيعمل نفس الكلام، كان بيجيبني معاه في كل حالاته. ومش انا ومحمد بس، ده في زملاء كتير جدا، هم الحقيقه مش كتير يعني، في زملاء نسبه معتبره كانوا بيعملوا اللي انا بعمله دوت. فاحنا لحد دلوقتي الشغل الوان مان شو دوت مش عارفين نخلص منه. نظم نفسك، اوجد لك بديل دايما. في قاعده عند الناس زمايلنا في العيادات، ما تخليش ليك بديل، ما تعودش العيانه انها لما انت تبقاش موجود تروح لحد تاني، خلي العيانه دايما تبقى حاسه باهميتك. ده كلام فاضي وكلام فارغ، ووجهه نظري انه ما يرضيش ربنا. بالعكس انت لازم توجد ليك بديل، عشان انت بشر، ممكن في اي لحظه ما تبقاش موجود. يا عم مش هقول لك يعني هتمرض ولا هيجرى لك حاجه، سافرت
جالك لا قدر الله ظرف طارئ اضطريت تقعد 3 4 5 7 10 ايام في البيت، لازم توجد للمريضه بتاعتك بديل. لو انت نايم وما عرفتش تصحى، لو انت سافرت فجاه، لو انت حصل لك ظرف طارئ، لازم توجد بديل ميسر طول الوقت. ولازم توجد فريق معاك. يعني انت طول الوقت مش هتقدر تشوف نفس العدد بتاع المرضى اللي انت كنت بتشوفه وانت عندك 25 و27 سنة، ولا هتشوفه بنفس الجهد، ولا هتشوفه بنفس التركيز، ولا هتشوفه بنفس الحضور الذهني اللي يضمن سلامة قرارك وسلامة المريض. فانت لازم دايما تشتغل في تيم وورك. اللي مش هيقدر يوفر تيم وورك يشتغل معاه، فهو اكيد بيعلن فشله ونهايته بدري بدري. التيم وورك والسب سبيشاليتي دول حاجتين مهمين قوي. انا طولت قوي في الفيديو دوت، وان شاء الله هنكمل في فيديوهات تانية باذن الله.